اليوم جاني علم طيب وعلم نومس، ويسجل في تاريخ القبيلة ويضاف الحمران النواظر. كلمني الشاعر محسن بن فالح الدوسري ونقل لي خبر جميل أسعدني حقيقة. يقول كلمني واحد منكم يا حمران النواظر ودق علي وقال يا محسن بن فالح أنت لك قصيدة في حمران النواظر، وأنا أهديت علي ناقة، والناقة ثمينة ومن البل الطيبة، وأنا ماني بصاحب إبل ولاني براعي إبل، فأبهديها عليك وبرسلها عليك على قصيدتك اللي قلتها في حمران النواظر. وقلت له اللي بيني وبين حمران النواظر محبة وغلا ومزارق طيب، ولا ترسل علي الناقة ولا هم يحزنون. اللي بيني وبينهم طير أكبر من الهدايا وأكبر من العطايا وأكبر من أكبر حتى من مقامات الشعر. فأصر وحلف وطلق إنها تجيني، وقلت الناقة أرسلها. وجت الناقة، ومن يوم جت الناقة جاء وراها الزبون، وما هو بشريطي، رجل يبي الناقة وعارف الناقة عرف، وأخذ الناقة ب50,000، ودخلت 50,000 في حسابي، وتمت بيعة الناقة. واتصل علي يعلمني ويروي لي اللي حصل بينه وبين واحد من حمران النواظر، ونقل لي السالفة. أكيد الآن كل يقول من هو اللحية الغانم، من هو مطيري الشواش اللي تجي ناقة ثمينة وتهدى عليه ويهديها على شاعر مدح مطير في قصيدة من قصايده. تدروا من هو يا حمران النواظر؟ هو الشاعر. لاحظوا الشاعر دائما الشعراء يستقبلون هدايا لكن الشاعر هذا لا، متميز. الشاعر هذا متميز، هذا الشاعر هذا يهدي. معجب الصعيري المطيري بيض الله وجهه، ولد محسن بيض الله وجهه على ما قدمه وعلى مهده، وهذا يدل على طناخته. وأن الرجال مطروح، احنا ما يلحقنا شك في طناخته، ندري انه مطروح ونعرف انه مطروح، ولكن هذه مده من المدات الجزله رغم ظروفه ورغم انه محتاج للماده وظروفه ما هي بذيك الظروف، لكن مع هذا قدم هديه. والرجال تعرفونه، المهدي عليه تعرفونه، والمهدي الان عرفته. هذا ما حبيت انقل لكم يا حمران النواظر. والله يسعدكم ويسعد الجميع ويوفق الجميع ويحفظكم بحفظه. واحنا كل ما يجينا علم يشوش الراس نتنومس ونفتخر فيه. والله يطربنا العلم الطيب، نطرب له ونستانس على العلم الطيب. يونسنا من ابن عمنا قدم لنا نوماس تنومسنا فيه. حفظ الله الجميع بحفظه ورعاكم برعايته.